ليه ما عملتش العمره الترانزيت وخليتها عمره كامله مكمله؟ العمره الترانزيت بتديك مده 96 ساعه بالظبط داخل المملكه، يعني 4 ايام فقط، والمبلغ المدفوع فيها تقريبا بيساوي تلتين المبلغ اللي هتدفعه في عمره 14 يوم، بخلاف انك في العمره ال 14 يوم بتزور مكه ومزاراتها الدينيه، وده بالاضافه لعدد ليالي اكتر في مكه تتيح لك تعمل اكتر من عمره بدل عمره واحده، وكمان بتروح للمدينه المنوره مدينه رسول الله اللي انت نسيت تصلي عليه وتدعي لاخويا والامي والامواتنا بالرحمه. وخلينا نكمل في اللي هيفيدك في اجمل رحله المشاعر المقدسه. فلو سألتني عمرة ترانزيت ولا تأشيرة عمرة، هقول لك عمرة الترانزيت هيفيد المستعجلين اللي عايزين يعملوا عمرة سريعة لكن ماديا مش مجزية ولا موفرة وهتدفع فيها كتير، لذلك بالنسبة لي تأشيرة العمرة ال 14 يوم او ال 15 يوم افضل بكتير. عشان كده في الفيديو ده في كل اللي هتحتاج تعرفه عن العمرة من الالف للياء لو ناوي تعملها قريب، اكلك وشربك ومصاريفك ومنين تروح ومنين تيجي وازاي تشتري حتى هداياك بسعر رخيص. فتأكد انك تتفرج على الفيديو للاخر عشان هتعرف في كل حاجة حتى مناسك العمره، وهتعرف كل الاجابات للاسئله اللي بتدور في بالك لو ما كنتش عملت عمره قبل كده. وبما اننا اتكلمنا عن احتياجات لبس الاحرام وخلافه لحد ما تركب الطياره في الجزء الاول، وهسيب لكم رابط الجزء الاول في التعليقات، فخلينا هنا نقول لك شويه ملاحظات هتفيدك خلال الرحله. لو هيكون معاك لابتوب او باور بانك او اي حاجه قابله للاشتعال او سكاكين او اي ادوات حاده، يا ريت ما تحطهاش في الشنطه الكبيره اللي بتدخل في قلب الطياره من جوه، وتحطهم معاك في شنطتك الصغيره اللي بتطلع بيها الطياره. ويا ريت نخلي بالنا السيدات اللي الباسبور بتاعها مكتوب فيه بدون وظيفه او ربة منزل او معاها اي نوع من انواع التاشيرات ما عدا تاشيره العمره زي الفيزا التجاريه مثلا، لازم قبل السفر تعمل تصريح سفر ليها زيها زي الرجاله بالظبط. والقرار ده مؤخرا تم تطبيقه من ايام قليله، بالتحديد اواخر ايام شهر اكتوبر. وبما ان عمره ال 14 يوم ايامها كتير وفرق العمله بيخلينا نبقى حريصين في الشراء هناك، ففعلا هات معاك بعض الاكلات المعلبه اللي تنفع معاك كفطار او عشاء او حتى تصبيره في بعض الاحيان، بس ده مش معناه انك ما تجربش اكلات مختلفه وتستطعم وتنبسط، وربنا يوسع رزق الجميع في كل تجربه تجربوها، هتلاقوا فرق في طعم الاكل وجوده افضل، ودي حقيقه محدش يقدر ينكرها. ولو هتعمل اكتر من عمره، هات 2 من ملابس الاحرام عشان تقدر تبدل فيهم، ويا ريت تجيبهم خامه كويسه قطن 100%، وده عشان فعلا لو خامه الاحرام مش كويسه هتتعبك قوي وريحتها هتبقى استغفر الله العظيم. ونخلي بالنا ان الاحرام ما ينفعش انك تعطره باي نوع من المعطرات نهائيا، لذلك حافظ على نفسك بانك تجيب خامه كويسه. ميقات الإحرام بتعريف مبسط هي نقطة عقد النية للعمرة، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حددها من كل اتجاهات الدخول لمكة سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال. وميقات إحرامنا بما إننا مصريين وطالعين مكة الأول مش المدينة هي قبل الوصول لجدة، وعشان كده أنت كراجل بتحرم من المطار، وبالنسبة للسيدات بيحرموا من بيوتهم عادي، ومش شرط إنك تفضل على وضوء لحد الوصول، ممكن وضوءك يتنقض وتتوضى تاني، لكن من أول ما كابتن الطيارة يعلن عن الميقات قبل دخول جدة هنا اتطبقت عليك محظورات الإحرام، يعني لا تقص ضوافرك ولا تهرش في شعرك ولا تتعطر ولا تكون لابس أي نوع من الملابس اللي فيه خياطة ولا لابس كاب أو غطرة على شعرك كراجل. وبالنسبة للست هي كده كده لابسة الإحرام بتاعها وبيتطبق عليها نفس القاعدة، لكن بتحتفظ بحجابها أو بالنقاب لحد ما بنوصل للطواف، والمنقبين بيرفعوا النقاب بتاعهم أثناء الطواف. الجمهور منقسم لفريقين، فريق بيقول السفرة الواحدة يعني يساوي عمرة واحدة، والفريق التاني بيقول نظرا لغلاء الأسعار وإننا جايين من بلاد بعيدة ينفع نعمل أكتر من عمرة، وشروطها هي إن بعد أول عمرة تعدي 3 ليالي عشان تكون من أهل مكة، وبعدها تلبس إحرامك وتروح من الفندق تطلع للميقات بره حدود مكة، وأقرب حاجة ليك هو مسجد التنعيم مسجد أم المؤمنين السيدة عائشة، تصلي ركعتين تحية المسجد وبعدها تصلي ركعتين نية العمرة، وبما إنها العمرة التانية فغالبا هتكون بتعملها لحد متوفي او غير مقتدر انه يعملها بنفسه، لذلك بتدعي دعوه عقد نيه العمره زي ما انا ما عملت بالظبط وقلت لبيك اللهم عمره عن اخويا، فاللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وبكده انت عقدت نيه العمره وتطلع من المسجد مباشره على الحرم وتبدا عمرتك الثانيه او الثالثه، وربنا يتقبلها منا جميعا اللهم امين.
مناسك العمرة جميلة وكتير مننا وانا اولكم ما كنتش عارف عنها حاجة، وده جهل مني، ولذلك حبيت انقل لكم باختصار المناسك بدون ما تحتار. بندخل الاول للطواف 7 اشواط في صحن الكعبة، بنعمل 7 لفات. وبالمناسبة الدخول للصحن بقى للمعتمرين بس بملابس الاحرام فقط، ولو مش محرم يعني بتصلي ظهر عصر مغرب عشاء فجر بلبس عادي هتطلع للدور الثاني او الثالث. ومن وجهة نظري ده افضل عشان يكون في استيعاب في الصحن للمعتمرين افضل وليهم الاولوية. اول ما بتدخل وبعد ما بتقول ادعية تحية المسجد من بره وادعية اول ما تشوف الكعبة، انت كراجل بتعري كتفك اليمين وتلف الاحرام من تحته زي ما كلنا عاملين قدامكم، وبتبدا الطواف من اول الحجر الاسود، وهتلاقي لزيادة تأكيد اشارات خضراء، واللي لما تشوفها اعرف انها بتنبهك لحاجة. يعني لما تشوفها قدام الكعبة بالظبط فهي بتقول لك ان هنا بداية الطواف، او بمعنى اصح من هنا بداية الحجر الاسود اللي بتبدا من عندها الطواف السبع اشواط بتوعك بادعيتها. وطبعا شرط انك تكون على وضوء، ولو في شوط من الاشواط وضوءك باظ بتخرج تتوضى تاني وتكمل من اخر شوط انت وصلت له. ودي اول مرحله في مناسك العمره. بعدها بتصلي ركعتين ورا مقام سيدنا ابراهيم، وطبعا مش في الصحن نفسه لكن بترجع لورا ووشك للكعبه قدامك مقام سيدنا ابراهيم، وتصلي ركعتين وبتقول سوره الكافرون في الركعه الاولى وسوره الاخلاص في الركعه الثانيه. وبكده يبقى انت خلصت الحاجه الثانيه في مناسك العمره. بعدها بتشرب ميه زمزم لحد ما تشبع قدر المستطاع، سنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وما ننساش يا ريت واحنا بنشرب ان احنا نشرب واحنا قاعدين مش واحنا واقفين. وبعدها بتروح للسعي بين الصفا والمروه، وبرده بيكون 7 اشواط، بتبدا من الصفا وبتنتهي في المروه، وبيكون كالاتي: من الصفا للمروه شوط، ومن المروه للصفا شوط، ومن الصفا للمروه شوط، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك بتبتدي من الصفا وبتنتهي في الشوط السابع بالمروه. وبرده في الصفا والمروه اثناء السعي هتلاقوا اضواء خضراء فوق منك، وزي ما قلت لكم كل ما هو لونه اخضر دي اشاره لحاجه. وفي الصفا والمروه بتكون اشاره لهروله الرجال، او بمعنى اصح انك تمد خطوتك وتجري شويه من اول الضوء الاخضر لحد نهايته في كل شوط. لكن قبل الضوء الاخضر وبعد الضوء الاخضر بتبدا تمشي عادي جدا بطبيعتك. وزي ما قلت لكم السبع اشواط بيبتدي من الصفا وينتهي من المروه، وبكده انت خلصت عمرتك. فاضل حاجه اخيره الا وهي بنفس لبس احرامك لازم تحلق او تقصر. وفي حالتي انا قصرت لان عملت اكتر من عمره، فكان لازم انزل درجتين حلاقه في كل عمره لحد ما وصلت للعمره الثالثه، وتقريبا ما بقاش عندي شعر احلقه. وبالنسبه للسيدات بيلموا شعرهم بالكامل وبيقصوا من طرف الشعر قد عقله الصباع، وبكده تبقى تممت عمرتك بخير وربنا يتقبلها يا رب، اللهم امين. يا ريت نخلي بالنا ان مكة والمدينة المية اللي بتنزل من الحنفية مش للشرب لانها مية خزانات، والمية دي للاستحمام والتنظيف، لكن مية الشرب بتشتريها معدنية. شركات كتيرة وناس كتيرة هتقول لك عمرتك معانا أجمل، وسمعت من ده كتير، خصوصا لما سألتكم في الاستوريهات إيه أفضل تجربة ليكم للعمرة، وكانت نتيجتها إني اتعرفت على الأستاذة مي بدران شركة بنتا للسياحة. سمعتهم لوحدهم كان كافي إني وأنا مغمض أخوض التجربة، وبرغم إنها من الإسماعيلية إلا إني ما اتقابلتش معاها غير وقت السفر لأنها سهلتها عليا وكل الإجراءات طلبتها مني بالتليفون. وفي المطار اكتشفت إن الجروب اللي معانا ما شاء الله في منهم اللي من منصورة وإسماعيلية ومحافظات كتير، كلهم اتجمعوا على السمعه الطيبه. وبشكرهم بشكل شخصي لان لقيت فيهم الاهتمام بكل الجروب في كل وادق التفاصيل، زي انها بتمر كل يوم تخبط على كل غرفه عشان تطمن على معتمرين. وده بيبان برضو في ادق التفاصيل وبعض المشاكل الصغيره اللي بنقابلها زي كل الناس اللي بتقابل مشاكل. فحقيقي انا تجربتي معاها وشركه بنتا للسياحه، وانا كراجل بشتغل في السياحه اصلا اتاكدت ان فلوسي حلال، وان ربنا اكرمنا بكرمه ان كنت مع الجروب اللي حسيتني واحد من عيله مش فرد في جروب عمره ما شاء الله. وهسيب لكم في التعليقات رابط صفحتها لكل اللي محتاج يعمل عمرته او عمرتها وهم مرتاحين البال. فكره شراء الهدايا في حد ذاتها من اي بلد غير مصر مكلفه فعلا، ربنا يكون في عون اللي ناويها. لكن بما اني نازل في منطقه محبس الجن، اللي بالمناسبه برضه بشكر الاستاذه مي والاستاذ محمد الشنواني لاختيارهم لفندق برج الخير، حقيقي فندق موفر جدا لانه يا دوب تنزل منه تطلع على الشارع تركب باص ببلاش دقيقتين تعدي النفق بقيت في الحرم، تخلص اللي عايز تعمله سواء كانت العمره او الصلاه بتاعتك، ترجع للموقف تاخد باص دقيقتين تعدي النفق وصلت الفندق. فمكان الفندق خلاني استغنى عن اني امشي في انفاق واعدي شوارع عشان الحق باص وحاجات كتير. موقع الفندق بتاعك لو اخترته صح بترتاح فيها، وموقع الفندق كذلك هتلاقي فيه ناس كتير جدا بيبيعوا هدايا باسعار رخيصه، لكن مش بالنسبه لعمله بلدنا، لا اسعار رخيصه بالنسبه للريال. فعندك منطقه محبس الجن بمحلاتها، وعندك منطقه اجياد بمحلاتها، وحتى الحرم
وانت خارج منه هتلاقي ناس كتير بتبيع حاجات كتير وهدايا كتير. عندك كمان برج الصفا جنب برج الساعه فيها محلات كتير، وعندك برضه في شارع اجياد محلات كتير بتبيع باسعار رمزيه، وناس بتقول ان حاجه المدينه ارخص وناس تانية تقول ان حاجه مكه ارخص، لكن انا بقول لك الاتنين زي بعض تقريبا في الاسعار، فسواء اشتريت من هنا او من هنا هي هتعتمد على شطارتك في الفصال. فاصل وطلع المصري اللي جوه. انا قلت لكم في الجزء الثاني من العمره خد معاك سخان صغير، لكن كان الهدف منه انك تعمل قهوتك او مشروبك حاجه في المداري، لكن عايز اوضح لك انه الفنادق بتمنع استخدام السخانات وفيها غرامه بتوصل ل 150 و200 ريال، لكن الفندق هيتفهم لو لقاك جايب حاجه صغيره عشان تعمل مشروب مش اكتر، فنصيحه بلاش تقلبها مطبخ عشان ما تتغرمش، ولو عوزت تعمل اي حاجه يا ريت تكون في المداري عشان برضه ما نتقرصش في الغرامه. وزي ما قلت لك هات معلبات تسهل عليك استخدامك للاكل يا دوب على قد التسخين. بالنسبه للمطاعم هتلاقي حواليك مطاعم كتير، وهتلاقي في برج الصفا جنب برج الساعه في الدور الرابع مطاعم كتير حواليك، وهتلاقي في شارع اجياد ومنطقه محبس الجن مطاعم كذلك. لكن لو حسيت انك في الغرفه وجعان ومش قادر تنزل فهناك تقدر تحمل تطبيق توصيل زي التطبيقات اللي عندنا في مصر. انا عن نفسي استخدمت تطبيق هانجر ستيشن وتدور فيه على التوصيل المجاني عشان ما يكلفكش كتير، وهتلاقيه نفس التقسيمه اللي بنشوفها في تطبيقات التوصيل في مصر، وهيوفر عليك مجهود وفلوس لو حبيت تجيب فطار او غدا او عشاء وانت مكسل تنزل، وخصوصا لو كنتوا اكتر من فرد فتقدروا تتشاركوا مع بعض في طلبات خاصه بيكم او فطار او غدا او عشاء. وبمناسبه الاكل جربت البيك اخيرا بعد سمع عنه سنين واستنيت اللحظه اللي اجربها فيها. وجبه مكونه من 10 قطع مسحب بيجي معاهم شويه بطاطس ورغيف كايزر مع صلصه المسحب الخاصه بيهم وصلصه الثوم، وخليني اقول لك ان المسحب اللي عملته في مصر زيه زي مسحب البيك، مش بقلل منه بالعكس هو جميل، لكن ما فيهوش اللي يخلينا اقول واو هو ما فيش غيره. بالعكس الميزه اللي في مسحب البيك انها قطع مش فراخ مفرومه، لكن كتجربه انا انبسطت بيها بس ما تستحقش الضجه اللي معمول ليها على مدار السنين. وجبه ب 20 ريال او ب 21 ريال تقريبا تسد معاك في غدا او عشاء، لقمه نظيفه كعاده كل اكلات المملكه. جربوها لكن ما تستنوش منها انها تخليكم في حته تانية، لان ما فيش حته تانية اجمل من انك تكون في مكه والمدينه اطهر مكان في كوكبنا ودنيتنا. اما عن المزارات الدينيه اللي موجوده في مكه فبالفعل زرنا جبل عرفات يا رب يكتبها لنا في الحج اللهم امين، وزرنا غار حراء جبل النور، وشفنا اماكن مدافن الشهداء من الصحابه رضوان الله عليهم، والجميل كان معانا الشيخ سليمان اللي صوته كان جميل وهو بيقرا لنا القران في الطريق. من الحاجات اللي لفتت نظري هناك ان مفيش فرض بتصليه الا لو بتلاقي بعده مباشره صلاه جنازه، حاجه تحزن وتفرح في نفس الوقت. الحزن للموت وللفراق، والفرح ان المتوفي مات في اطهر مكان في الدنيا وما فيها، وبيصلي عليك حرفيا الاف مؤلفه من البشر بكل الاعراق والاجناس والالوان. ربنا يحسن ختامنا جميعا يا رب العالمين. لسه المدينه وروحها اللي وقت سماعك للفيديو ده انا لسه واصلها باذن الله، ولو عليا جوايا حاجات كتير نفسي اقولها بس حقيقي مش هلاقي كلام يوصف الروح اللي جوايا وانا في المكان ده، بس اللي هعرف اقوله ان بتمنى زي ما ربنا اختارني اكون من زوار بيته ربنا يكتب لكم انتوا كمان تكونوا من زوار البيت عاجل غير اجل يا رب العالمين. وقتها بس هتحسوا ان ولا كلام الدنيا توصف مشاعرك وانت بين ايدين الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. في النهايه ما تنساش تدعي لامي والاخويا والامواتنا بالرحمه وتصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، وربنا يكتب لكم زياره للبيت. وما تنساش قعدتنا ايها الساده اللايك معاك في ايديك، وفي التعليقات هتلاقي لينك صفحتنا الجديده على الفيسبوك واللينك اليوتيوب للي مش عارف يوصل له، ويا ريت اول ما تروح هناك ما تنساش السبسكرايب. ما تنساش ان كل دي حاجات بتقويني وتدعمني ان انا اكمل في اللي انا بعمله.